بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. معاكم في التحدي رقم 17. المفروض ان انا عندي بروجرام بالجافا سكريبت بكمبير، يعني بقارن ما بين تو اوبجكت وبعضهم. بتشيك لو في اول اوبجكت عندي بيحتوي على نفس البروبرتيز اللي موجودة عند التانية، فالمفروض هيطلع لي ترو، عكس كده المفروض هيطلع لي فولس. طيب يعني ايه؟ انا عندي اهو كذا اوبجكت موجودة عندي، المفروض ان هو هيتشيك من البروبرتيز بتاعتها. ايه هو البروبرتيز؟ اللي هي اللي من اول A والكولون دي وبعد كده الفاليو. ال A دي لوحدها اسمها الكي، المفتاح بتاع الاوبجكت، وجوه الكي بتاعتي عندي الفاليو بتاعتي. ممكن طبعا الفاليو دي تكون اي حاجه، بس انا هنا الفاليو بتاعتي نمبر عادي. تمام. كوما انتقلت على بروبرتي تانية. معنى كلمه بروبرتي يعني كي والفاليو بتاعتها. طيب انا عندي الكي وعندي الفاليو بتاعتي، بقارن ما بين الاتنين. لو التلاتة properties دول شبه مثلا حد معين زي اللي تحت آخر واحد، فالمفروض هيطلع لي true. عكس كده المفروض طبعا زي اللي في النص دي هيطلع لي بفولس. بيقول لي which may also have additional properties، يعني ممكن تكون في واحدة عندها property زيادة عادي، مفيش مشكلة. ممكن تكون 1 property 2 3 إلى ما لا نهاية. طيب أنا المفروض إن أنا هعمله إيه؟ المفروض إن أنا عندي constructor اسمه object. الكونستراكتور ده لو انت عملت دوت، المفروض ان هو هيبلغ حاجات كتير جدا، منها حاجه اسمها البروتوتايب ده بتاع الاو بي، ملناش دعوه بيه بس حبيت ان انا اوريهولك. وعندي حاجه اسمها الكيز. هنا بيبص مثلا لو انت على سبيل المثال مسمي دي باكس كده، قلت ان دي اكس ايكوال الاوبجكت ده، وجيت عملت كده قلت ان هنا الاكس، طبعا هو انديفاين عشان انا ايه هنا لاغي الكومنت. طيب المفروض ان هو هيطلع لي ايه؟ المفروض ان الكابتن ده هيطلع لي اري بكل الكيز اللي عندي. ايه اللي هو كيز؟ انا عندي A والبي والسي. طب والتلاتة والاتنين والواحد؟ لا، دول values انا ماليش دعوه. المفروض ان انا هنا بطلع الكيز بتاعتي. تمام. يبقى الاوبجكت دوت كيز ده بيطلع ايه؟ ده بيطلع array. جميل قوي، حلو. معنى كلمة array يعني انا اقدر الوب عليه وامشي عليهم كلهم عشان اديتكت هل كل الكيز معاهم values بيساوي نفس الكيز اللي بفاليوز تانية في اوبجكت تاني ولا لا. يعني البروبرتيز دي بتساوي البروبرتيز دي ولا دي ولا لا. فانت المفروض ان انت بتمر عليهم كلهم. كلمة كلهم يعني انت ممكن تستخدم كلمة ماب، ممكن تستخدم كلمة for each، ممكن تستخدم for العادية، بس أنا النهاردة هستخدم حاجة جديدة اسمها every بالشكل ده. تمام. طب every دي المفروض بتعمل ايه؟ المفروض ان هي بتمشي على كل الكيز اللي موجودة عندي او البروبرتيز اللي موجودة عندي في الاوبجكت، وبتطلع يا اما بترو يا اما فولس. ده الكلام ده عكس تماما الماب، ان هي كانت بتحصل عليها اكشن معين. طب انا كده فهمت الفكرة كلها. يلا بينا بقى نبدأ ان احنا نمشي على كل الاريز اللي موجودة عندي. نرجع تاني ونمسح الكلام ده. طب هبدأ ان انا احط التلاتة اوبجكتس دول في variables كده، اعرفهم اللي انا اقول اوبجكت A اوبجكت B اوبجكت C، والدنيا مظبوطة عندي وزي الفل. تعالى بقى نعمل الفانكشن بتاعتنا بالارو فانكشن، وهسمي الفانكشن دي السيم اوبجكتس بالشكل ده. تمام. وهبدأ اديها parameters. هقول ان الارجيومنت او البارامترز بتاعتي x والواي، وهبدأ ان انا افتح السكوب بتاعي بتاع الفانكشن ارو. طبعا انا لو عامل سطر واحد فانا هشيل الريتيرن وهشيل القوسين بالشكل ده. تمام. بس خليهم دلوقتي، بعد كده نعمل ريفاكتور بعدين. طب انا محتاج ايه؟ اول حاجه كنا محتاجينها ان احنا نجيب الكيز بتاعتنا نحتفظ بيها، فانا هستخدم الكونستراكتور اللي اسمه اوبجكت، واقول دوت كيز، وابدا ان انا اديتكت ذا فيرست بارامترز. يعني ايه؟ يعني قلت مثلا ان الاي هو كان الاكس، فهيجيب لي الكيز بتاعت الاي اللي هي الاي والبي والسي. نفس الكلام في البي ونفس الكلام في السي. طيب المفروض بعمل ايه؟ المفروض بعمل عليهم مابينج او بعمل عليهم لوب او بمشي عليهم كلهم. هنستخدم حاجه جديده اسمها every عشان تطلع لي يا ترو يا فولس. هنا بيقول لك ان ده بيبقى محتاج يكون في فانكشن معينه بترن. الفانكشن دي انا هديها بارامتر هسميه كي، طبعا عشان انا عندي 1 بارامتر فانا مش هحط قوسين. تمام. وهبدأ أقول إن الكي دي موجودة عندي في الواي ولا لأ. ثانية واحدة، أنا مش فاهم حاجة. بص يا باشمهندس، أي كي موجودة هنا معناها إن هي بتعود على الكابتن اللي أنت عملت من خلاله الدوت نوتيشن ده. تمام. يعني كده إن الإكس هي إيكوال آسف، الكي إيكوال للإكس. تمام. فأنا بقول هل الكي اللي هو الA والB والC موجودين في الواي؟ يعني عندي A وعندي A هنا او عندي A هنا وعندي A هنا
عندي بي هنا وعندي بي هنا، وهكذا. تمام. طيب المفروض الكونديشن ده هيطلع بترو في كل الحالات، بس انا مش عايز اطلع الكيز بس، انا عايز اطلع الكيز بلس الفاليو. يعني الكي هي الكي والفاليو هي الفاليو. يعني هنا هيكون واحد 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 كده، المفروض في الحالة دي يطلع لي ترو، بس هنا اتنين واحد يطلع لي فولس، تلاتة واحد يطلع لي فولس، حتى لو واحد تلاتة برضو يطلع لي فولس. فانا هعمل كونديشن زيادة، هعمل اند، يعني لازم الاتنين يتحققوا عندي، واقول ان الاكس براكت الكي، يعني عايز الفاليو بتاعه الكي الفلاني اللي موجود عندي، سواء كان A او B او C، يساوي يساوي يساوي. يعني معنى كده المفروض يكون مطابق في الفاليو وفي التايب كمان، ما يكونش طبعا string ولا حاجه. الواي للكي بتاعتي نفس الفكره. طيب المفروض كده ان انا خلصت الفانكشن بتاعتي، مجرد ان انا بس هعمل لها كول باك بالشكل ده او هناديها واقول is same objects هنا، وابدا ان انا ادخل تو بارامترز. انا هستخدم اول واحد عشان يمشي عليه، واستخدم تاني واحد عشان يتشيك من عليه. اول واحد طبعا مش مطابق لتاني واحد، عندي واحد اتنين تلاتة، واحد واحد واحد. طب تعالى نجرب مثلا A والسي بالشكل ده، تعالى نشيك. ادي واحد واحد اتنين اتنين تلاتة تلاتة، مع انه في زيادة، بس مش مشكلة عادي، ما هو الزيادة دي مش محسوبة معايا، لان انا هنا كده كده عندي نفس البروبرتيز موجودة تحت. طيب عندي مثلا البي والسي، انت بقى جاوب. ادي واحد 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 اتنين واحد تلاتة، لا يبقى كده بفولس.